عندك مشكله مع الفلوس وبغيتي تبدل الطريقه ديالك باش كتشوفهم، غادي نوريك 5 ديال الحوايج مهمه ديرها باش تصالح مع الفلوس وتغير حياتك. اول حاجه، كون ممتن لداكشي اللي عندك اليوم. لابد ما تكون عندك شي حاجه اللي ما عندش الناس كاملين، بحال كتملك دار، عندك ناس عزاز عليك كتسول فيهم وكيسولوا فيك، عندك طوموبيل كانت من ديما كتعجبك وشريتيها، ولا عندك فرصه انك تحسن من مستواك الدراسي. بغض النظر على اشنو هما الحوايج اللي عندك، خاص كل نهار تشكر الله على النعم ديالو، وهذا السلوك خاصو يكون يومي. الا بقيتي مركز غير على هذاك الشيء اللي ما عندكش، اي حاجه حصلتي عليها غادي تكون في عينيك صغيره وما كافياش. تاني حاجه، اعطي من فلوسك ولو شويه. كل مره حسيتي فيها انه ناقصينك الفلوس، خاصك تعطي، يعني خاصك تبرع من داكشي اللي عندك لشي حاجه انت كتامن بها، بحال شي جمعيه كتعجبك الافكار ولا النشاطات ديالها، ولا تساهم بالتجربه ديالك باش تعاون شي فريق كيقوم بشي عمل. طريقه اخرى باش تعطي هي انك تكون سخي مع الناس اللي عزاز عليك. تكلف شي مره بانك تخلص شي قهوه ولا توجد شي شهيوه. ما عمرك غادي تبدل العقليه ديال الناس اللي دايرين بيك على الفلوس، ولكن تقدر تكون انت هو المثال. ثالث حاجه، بدا تجمع دابا. الناس اللي عندهم كريدي الا سولتهم اشنو غادي ديروا الا جاتكم شي مكافاه ولا وصلوكم شي فلوس في الحساب ديالكم، غادي تقولوا لي طبعا غادي نخلص الكريدي ديالي. ولكن انا غادي نقول لك لا، ما خاصكش تخلص الكريدي، خاصك تبدا تجمع الفلوس لهذوك النهارات اللي ما زوينينش، بحال الا مرضتي لا قدر الله ولا شي واحد قريب ليك احتاج ليهم بصح. اللي خاصك دير هو تبدا تجمع الفلوس من اليوم. علاش؟ لانك ملي غادي توقف عليهم غادي ترجع تطلب كريدي وغادي تدخل في واحد الدائره ما كتساليش. في اي وضعيه انت فيها بدا تجمع دابا، لان المبالغ الصغيره غادي تغير حياتك من بعد. رابع حاجه، عرف فين كتحط فلوسك. اهم سؤال تسول راسك هو واش كنخسر فلوسي في الحوايج اللي كيقربوني من الاهداف ديالي؟ الا كان الجواب هو لا، هادشي كيعني انك خاصك تعاود الحسابات ديالك وتاخذ قرارات حاسمه. من المهم تخطط وتعرف فين غادي تحط الفلوس ديالك، واحسن استثمار هو تستثمر فيك انت، بحال انك تخلص على راسك التكوين في شي مجال كيعجبك ويكون مهم ومطلوب واللي غادي تستافد منه من بعد. او لا، الا حسيتي براسك انك محتاج المساعده ديال ان كوتش باش تطور من راسك، ما ترددش. خامس حاجه، الا عرفتي القيم ديالك، القرارات الماليه ديالك كتكون سهله. الا سولتك واش بغيتي يكون عندك بزاف ديال الفلوس، غادي تقول لي بطبيعه الحال اييه بغيت يكون عندي بزاف ديال الفلوس. ولكن الا سولتك علاش، اشنو غادي تقول لي؟ غادي تجاوبني بانك بغيتي تكون عندك دار، ولا بغيتي تخلص الكريدي اللي عندك، او لا كتقلب على الامان المالي. ولكن خاصك تعرف ان هذا الشيء كامل اللي قلنا هما اهداف، والاهداف ماشي هما نقطه البدايه. نقطه البدايه هي انك تعرف القيم ديالك وتكتبهم قدام الاهداف ديالك. هكا غتقدر تفكر في الحلول والخطوات اللي غيعاونوك تاخذ القرارات الماليه الصائبه. هادو امثله ديال القيم باش تستعن بها. نعطيك مثال، حب مساعدة الآخر هو قيمة. يقدر يكون الهدف ديالك مثلا أنك تقلب على شي جمعية اللي غادي تخدم معاها وتعاونها. إلا عجبتك لا فيديو ما تنساش تابونا في لاشين، وغادي نكون فرحانة بزاف إلا بارطاجيتي لا فيديو مع صحابك. من هنا عام غادي تقول كون غير بديت كنجمع الفلوس من اليوم. في أي وضعية انت فيها بدا تجمع دابا، لأن المبالغ الصغيرة غادي تغير حياتك من بعد. سلامة.